أنا دلوقتي واقف قدام صورتك المقدسة وبولع شمعة تستمد نورها من نور قداستك وبرك، وأنظر يا قديس الله وأضع نضوري في بيعة المسيح المقدسة، وإن شاءت إرادة إلهي وأطعنت بالخلفة واداني ربنا ولد هسميه على اسمك يا قديس المسيح، هسميه إبرام. يا رب يا رب حقق أمنية حياتي يا رب. أمين يا رب المجد، أمين أمين. إيه ده؟ معقول؟ أنا سمعت صوت من الصورة بيقول أمين. أشكرك يا رب، أشكرك يا أنبا إبراهيم، أشكرك. صدقني سمعت الأنبا إبراهيم بيقول أمين، كلمني وأنا واقف قدام صورته في الكنيسة، وكمان سمعت نفس الصوت بيقول لي قبل ما تنتهي السنة دي ربنا هيرزقني بطفل. احنا النهاردة 15 فبراير 1979، يعني على آخر ديسمبر السنة دي ربنا هيديني ولد. يا ريت يا ريت يا رب، يا إلهي يا قادر على كل شيء. أنا أؤمن يا صديقي وجاري العزيز بأن الأنبا إبراهيم بيصلي لك. يا ريت يا أستاذ عزيز، يا ريت. أشكرك يا رب، أشكرك يا مخلصي وإلهي الحبيب، أشكر تحننك على عبدك رزق فؤاد رزق، وحمد لله على سلامتك يا زوجتي العزيزة، حمد لله على سلامتك. النهاردة وزي ما وعدني الله على لسان قدسنا الحبيب الأنبا إبراهيم، وضعت لنا مولودنا الحبيب المبارك. ليتمجد اسم الله القدوس وتحقق الوعد، وقبل ما تنتهي السنة والنهاردة 25 ديسمبر سنة 1979 رزقك ربنا بعد صبر طويل وصلوات وأصوام وببركة القديس الأنبا إبراهيم. بعد 8 سنوات جالك ابنك إبراهيم. ربنا يحفظ حياتك. ألف مبروك، ألف مبروك يا أستاذ رزق، يا أبو إبراهيم، الحمد لله على السلامة يا ست أم إبراهيم. مش قلت لك ما تخافش ما تخافش؟ ده مش اسمه كلام يا ماجد، مش اصول تجاره. خير يا اخويا، انا غلطت في حاجه؟ هو ابوك عم شفيق مقعدك في الدكان عشان تقطع علينا وتحاربنا في لقمه عيشنا ولا ايه؟ ليه بس بتقول كده يا فوزي؟ انا عملت ايه؟ بتخلي البياع اللي عندكم يبيع القماشه بسعر بخس، وخليتوا الزباين ما يعتبوش محلنا، وكلهم بييجوا يشتروا كل اللي لزامهم من محلكم. يعني انتوا بقى تكسبوا وتاكلوا بقلاوه، والدكاكين اللي حواليكم تقفل، واصحابها ما يلاقوش حتى اللقمه الحاف. يا فوزي يا اخويا انا بس ما تقولش يا اخويا. انا لو ليا اخويا زيك كده كنت عرفت اربيه واعلمه الادب. ربنا يسامحك. اسمع يا فوزي، احنا بنراعي ربنا في مكسبنا الحلال. وبعدين يا اخي انت زعلان ليه؟ بيع بنفس الاسعار اللي بنبيع بيها. يعني عاوزنا نكسب قليل؟ اكسب قليل باللي يرضى ربنا، تبيع اكتر فيبقى مكسبك اكتر. حد يقول انك تبيع المتر البافتة ب65 قرش وهو واقف عليكم ب60 قرش؟ يعني 5 ساغ بس مكسب في المتر. نشكر ربنا على كل حال. امال عاوزنا نبيعه بكام؟ قال له بجنيه زي ما كل اللي حواليكم بيبيعوا بيه. يعني نكسب 40 قرش في المتر، وده رضي ربنا ده؟ دي ناس غلابه يا فوزي. ويا ريتها جت على البافتة وبس، ده كل انواع القماش اللي بتبيعوها بمكسب 5 صاغة و10 او بكتير وربع جنيه. وقفتوا محلنا، بس لا انا ولا كل التجار اللي حواليك هنسكت على كده. وبكره تشوف يا سي ماجد، محدش هيحميك من اللي هيجرالك. الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. في ايه يا فوزي؟ بعت لي قبلك ليه دلوقتي؟ الوقت بتأخر وجوزي زمانه راجع، ولو ما لقينيش في البيت هتبقى مشكلة. ده انا سايبه له خبر مع الولاد لما يرجع وما يلقانيش يقولوا له ان انا بزور امي العيانه. هما كلمتين هقولهم لك بسرعه. ما
احنا كنا مع بعض يوم الاثنين اللي فات لما جوزي كان مسافر اسكندرية. بعتلي ليه عشان اقابلك دلوقتي في الليلة اللي مش باين لها نجوم دي؟ احنا مش متفقين يا فوزي نتقابل لما جوزي يبقى مسافر المرة الجاية؟ الواد ماجد. تاني ماجد؟ هو انت مش هتشيله من دماغك بقى؟ ابدا، الواد ده واقف حالي وحال كل تجار القماش اللي حواليا، وانا لازم ازيحه من سكتنا. طب وانا مالي؟ بعت لنا بقى عشان ازحهولك من سكتك. بالظبط، برافو عليكي. انا بقى في دماغي خطه جهنميه هتوديه في توكل ويرتاح منه. خطه؟ خطه ايه يا فوزي؟ اسمعيني وافهميني كويس اوي. انتي دلوقتي فعلا هتروحي لامك العيانه وكلمتين على السريع وترجعي بسرعه، وانت راجعه وعند اول الطريق الزراعي تروحي. صدقني يا عم محمود ربنا هيشفيك. انا لسه راجع دلوقتي من دير قدسنا الانبا برقام، مع حضرتك عارفه طبعا. اصلي متعود ازوره في دير العزب واحضر صلاه العشيه واولع له شمعه وادعي ربنا يوسع علينا ويحفظ حياتنا. وصليت ودعيت ربنا انه يتمم شفاك ويقومك بالسلامه بشفاعه الانبا برقام قديس الغلابه والطيبين. ربنا يخليك يا ابني، جميلك وجميل ابوك اخويا شفيق على راسي وراس ولادي. تملي تزوروني وتسألوا عني من يوم انا ما رقدت، وابوك ما بيفوتش اسبوع الا ويزورني. ما انتم اخواتي يا عم محمود، ربنا يديم المحبه اللي بينا. صدقني بعد ما خلصت العشيه صليت لربنا انه يشفيك، وانا واقف قدام جسد الانبا برقام في مزاره سمعت صوت بينادي عليا ويطلب مني اني اجي ازورك واطمن عليك واشوف طلباتك، فجيت لك على طول. وجبت لي معاك من خيرات ربنا كتير، مش عارف اودي جمايلكوا فين يا ماجد يا ابني. جمايل ايه بس يا عم محمود؟ ده انت زي ابويا بالظبط، وابنك علي زي اخويا. ربنا يديم المحبه. طيب هقوم انا بقى. ما لسه بدري يا ابني، دي لسه الساعة 10:30. لا ازاي؟ ده انا قاعد عندك بقالي اكتر من ساعه، وانا سهرتك وزمان ابويا قلق عليا لانه عارف ان العشيه بتخلص الساعه 8، فبعد اذنك هروح اطمنه. طيب انا هبعت علي ابني معاك عشان فيه امانه والدك هيديها له. روح مع اخوك ماجد يا علي. تعال هنا. انا؟ ايوه انت. مش انت اسمك ماجد شفيق؟ مطلوب في الاسم، تعال معايا. يا رب يا إلهي الحبيب، انت عارف كل شيء، انت عارف براءتي وعارف اني ما عملتش حاجة. يا رب انا اؤمن انك معايا، دايما بتسند ضعفي وتنصرني على مضايقي نفسي. انت عارف يا رب اني بريء واترميت في الحجز ده من غير ذنب ولا خطية. يا رب يا من انقذت يوسف البريء من تدبير الشر اللي أرادت امرأة فوتيفار أن تصنعها معه، نجني يا رب من هذا الظلم وابعد عني الخطر، وزر الحقيقة بكرة قدام وكيل النيابة. لأن أنت عارف يا إلهي، أنت عارف إني بريء. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كل يتاي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. هللويا. ما تخافش يا ولدي، ما تخافش. مين؟ أيوة أنت بنفسك يا سيدنا، بسمع صوتك وأشوفك. أنت سيدنا الأنبا برقام. ما تخافش يا ماجد يا ولدي، قلت لك ما تخافش، ربنا هينجيك. فاكر امبارح قلت لك ايه بعد العشية؟ طلبت منك تروح تزور عمك محمود، والزيارة دي هي اللي هتنجيك. ما تخافش يا ولدي، ما تخافش. استنى يا سيدنا، ما تسيبنيش. محتاج بركتك وقداستك وصلواتك، محتاجك يا أم أبراهام يا حبيبي الغلابة، محتاجك. انت يا متهم، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ قوم
ابوك واخواتك جايين يزوروك. قوم.